السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الحلوين، طلاب الصف الثالث الثانوي، تكملة لسلسلة حلقات الدينامو. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن عدد مرات وصول التيار إلى القيمة العظمى وإلى الصغرى وإلى القيمة الفعالة وهكذا. وهنتكلم أيضا على قانون إن السيتا بتساوي 360 اف تي، وهنربط السيتا بالزمن، وهنتكلم على التيار المتردد قبل التقويم وبعد التقويم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى لي يلا. زي ما قلنا يا شباب مرة واثنين وثلاثة، من أهم الحاجات عندك في الدينامو إنك تحدد هو بدأ منين. هل هو بدأ من الوضع العمودي ولا بدأ من الوضع الموازي؟ بص، ده الوضع العمودي وده الوضع الموازي. هنا التيار بدأ من الصفر، لأن التيار ده شيطان، ولما يقول لك عمودي يبقى صفر. طب لو بدأ من الوضع الموازي، الأي ده يبتدي من الماكس. بعكس اللي يجي في دماغي على طول، واحدة واحدة. أنا ملون لك أزرق وأحمر بس عشان عينك تجيب الاختلاف. واحدة واحدة، وبالله عليك ما تخافش من الشكل ده. يعني هنا التيار هنا بصفر، حلو كده. 0 1 2 3 4 5، دي 5، وبعدين 6 7 8 9 10. من العشرة دي ده أقصى قيمة للتيار. طب بعد كده 10 9 8 6 5 وهكذا. بيزيد بيقل، بيزيد في السالب وبيقل في السالب. حلو كده، حلو كده. ايه بقى السؤال؟ هيقول لك انا عايز زمن وصول التيار من الصفر ل5 امبير. واحده واحده. يعني هو هيبتدي من الصفر وعايز يروح لل5 امبير. انت بتسأل نفسك سؤال، هي مين ال5 امبير ديت؟ هتقول لي الخمسة بالنسبة للعظمى هي نصها. عرفت ازاي؟ بص للقانون ده كده. مش الاي بتساوي الاي ماكس ساين سيتا؟ الاي ماكس هنا ب10، حطينا الاي ماكس ب10. مش الخمسة دي بالنسبة لي يعتبر قيمة لحظية؟ فقلت له ان الخمسة اللي هي القيمة اللحظية بتساوي 10 ساين سيتا. ساين سيتا بالنسبة لي هتساوي نص، شفت ساين نص تطلع السيتا ب30. السيتا ب30. مين بقى ال30 ديت؟ واحدة واحدة. ال30 دي يا مستر على أساس إن أنا هبتدي من الصفر، يعني من الصفر لحد الخمسة، يعني من الصفر لحد نص العظمى أنا خدت 30. فمن هنا لحد هنا أنا قطعت 30. طبعا لا يخفى عليك إنه من الصفر لحد العشرة دي يعتبر ربع دورة. ربع دورة يعني 90 درجة. فمن هنا لحد هنا الحتة دي ربع دورة يعني 90 درجة. طب من هنا لحد هنا 30، الزرقاء ب30، يبقى الحمراء بكام؟ هتقول لي إذا من هنا لحد هنا 60. يبقى التيار بدأ منين بتفرق جدا جدا. يعني من الصفر لحد نص العظمى أنا خدت 30. طب من نص العظمى اللي هي الخمسة عشان أوصل للعظمى اللي هي العشرة خدت كام؟ 60. بحيث إن دي 30 ودي 60، يبقى 30 زائد 60 يديني 90. طب كمل كده. طب من العشرة لحد الخمسة، من العظمى لحد نص العظمى، اوعى تقول لي 30. اصل دايما معظم الطلبه للاسف حافظين نص العظمى يعني 30. غلط. نص العظمى 30 على اساس ان انا رايح من الصفر لنص العظمى. من الصفر لنص العظمى انا جاي من الصفر، خد الزاويه الصغيره اللي هي ال30. من نص العظمى للعظمى رايح للعظمى يعني رايح للكبيره، خد الزاويه الكبيره اللي هي ال60. وبناء عليه من العظمى لحد نص العظمى هناخد ال60. يبقى من هنا لحد هنا 60. طب من هنا لحد هنا 30. طب كمل كده. ما هو هنا 0 1 2 3 4 5، دي 5. طب من الصفر لحد الخمسة هتبقى 30 لأن أنا جاي من الصفر. طب من الخمسة لحد العشرة هتقول لي 60. كمل. طب من العشرة لحد الخمسة أنا جاي من العظمى، عظم خد ال60. طب من الخمسة لحد الصفر 30، بحيث ان ال60 وال30 يدوني 90. حلو كده. امشي بقى كده على كل الارقام. مش شرط يكون نص العظمى، مش شرط، ممكن يبقى تلت العظمى. اعمل ايه؟ يعني مثلا الاي بتساوي الاي ماكس ساين سيتا. تخيل ان الاي ماكس دي ب9، وهو قال لي مثلا انا عايز اوصل للتلاتة. مين التلاتة دي؟ هقول له التلاتة هتساوي 9 ساين سيتا، يبقى الساين سيتا بتساوي تلت، شيفت ساين تلت يطلع معاك حوالي 19 و4.
قول تقريبا 20. يعني الزاويتين بدل ما كانوا 30 و60 هيبقوا معايا 20 و70. بس مين ال20؟ ال20 دي زاوية صغيرة وانا رايح للقيمة من الصفر. يعني مثلا من الصفر لحد تلت العظمى هقول له 20. طب من تلت العظمى للعظمى 70. طب وانا نازل من العظمى لتلت العظمى 70. طب من تلت العظمى للصفر 20 وهكذا. فخلي بالك، زاوية صغيرة وزاوية كبيرة. بصوا على السؤال كده، احسب زمن وصول التيار من 0 إلى 5 أمبير. طالما محددليش أنهي 5 أمبير يبقى أقول له للمرة الأولى. أصل خلي بالك 0 5 10 أدي 5 للمرة الأولى. طب كمل 10 5 0 يبقى أنا وصلت للخمسة للمرة التانية. كمل 0 5 10 أدي 5 للمرة التالتة. كمل 10 5 0 أدي 5 للمرة الرابعة. فلو محددش يقصد للمرة الأولى. حلو كده. هو عايز الزمن. أهم علاقة عندك في الدينامو السيتا والزمن، حيث أن السيتا بتساوي 360 اف تي. هو بيقول لي احسب زمن وصول التيار من الصفر لحد 5 أمبير. أنا عرفت إن الخمسة دي بالنسبة لل10 هي نصها. حلو كده، نص العظمى. شفت ساين نص زي ما عملنا هنا كده، طلعت السيتا ب 30. ما اجريش وأقول له ب 30، لأ. أنا جاي منين؟ ده أنا جاي من الصفر لحد نص العظمى. جاي من الصفر يبقى الزاوية ب 30. كده أنا معايا السيتا. انا عايز اجيب الزمن، صح؟ قدامك حلين. الحل الاولاني انك تحسب الاف. ما هو السيتا ب 30، هقول له 360 اف دي انا هنزلها، هحسب الاف وبعد كده انا عايز الزمن. هجيب الاف ازاي؟ هجيب الاف من الرسمه. هتلاقيه عمل دوره كامله كل 12 تي، فهقول له الاف بتساوي ان على التي. الان هنا بدوره والزمن 12 تي. اجيب الاف وبعد كده اعوض هنا، او استعين بصديق اللي هو هقول له ان السيتا تتناسب طرديا مع الزمن، لان كده كده ال 360 اف دي ثابته. بص على الرسمه كده، مش دي كلها عمل دوره كامله؟ هقول له ال 360 درجه دولت خدوا زمن اسمه 12 تي. يا ترى الحته دي اللي هي الصغيره اللي هي خدت 30 درجه تاخد زمن قد ايه؟ طرفين في وسطي. بس كده. طب نفترض جه قال لي احسب زمن وصول التيار من الصفر الى 5 امبير للمره الثانيه. لما يجي لك للمره الثانيه او الثالثه ما تخافش، بالراحه ارسم واحده واحده. مش دي 5 امبير للمره الاولى؟ تمام. هو عايز هنا كده 5 امبير للمره الثانيه. عايز من هنا لحد هنا، يا ترى اخد زمن قد ايه؟ هقول له بسيطه، هقول له والله من هنا لحد هنا دي يعتبر ربع دوره اللي هي ال90. بس لسه. طب الحته دي من العظمى لحد نص العظمى ما تقولوش 30، ده انا جاي من العظمى عظم تبقى 60. فاقول له يا مستر والله دي كلها 90 وهزود عليها ال60 يبقى دي كلها خدت زاويه 150. هقول له 360 ادوني 12 تي. يا ترى ال 150 يدوني كام؟ طرفين في وسطي. نفس الكلام، بدل ما اروح اجيب الاف وهكذا. طب كمل. طب جه قال لي يا مستر احسب زمن وصول التيار من الصفر ل5 امبير للمره الثالثه. يعني هنا كده هقول له بسيطة، دي كلها 180 لأنها نص دورة، وهزود عليها الحتة دي من الصفر لنص العظمى. طالما جاي من الصفر خد الزاوية الصغيرة اللي هي ال30 وليس ال60. فأقول له 180 وهزود عليها ال30 تبقى 210. ال 360 يدوني 12 تي. يا ترى ال 210 يدوني كام؟ طرفين في وسطين وهكذا. ده يا مستر لو بدأ من العمودي. طب يا مستر لو بدأ من الموازي؟ هنرسمه بالراحة. موازي يعني الاي ده ماكس، وبعدين عملنا دوره كامله اهو. هنا بقى عشان اوصل لنص العظمى، عشان اوصل لنص العظمى انا جاي منين؟ ده انا جاي من ال10، جاي من العظمى. فهقول له من العظمى لحد نص العظمى الحته دي ب60 درجه. ما اقولوش 30 لان انا مش جاي من الصفر. طب من نص العظمى للصفر هتبقى 30، بحيث دي كلها هتبقى 90. طب كمل كده، من الصفر لنص العظمى هتقول له 30. طب من نص العظمى للعظمى هتقول له 60. طب من العظمى لنص العظمى 60. طب من نص العظمى للصفر تبقى 30. كمل كده. طب من الصفر لنص العظمى 30. طب من نص العظمى للعظمى 60. والحاجات دي اوعى تحفظها، واحدة واحدة. 30 60 من ال30 وانا جاي من الصفر او رايح للصفر، من ال60 وانا رايح للعظمى او جاي من العظمى. فخلي بالك. تعال بقى ناخد امثله على الحته دي كده. بص كده، بيقول لك زمن وصول التيار من العظمى الى نص العظمى هو تي. يعني عشان اروح من العظمى لنص العظمى خدت تي. بيسالك بقى بيقول لك فان زمن وصول التيار من نص العظمى الاولى الى نص العظمى الثالثه هو قد ايه؟
واحدة واحدة. أول حاجة لازم أحدد هو بدأ منين. قال لك بدءا من الوضع الموازي، هو قال لك إنه بدأ من الموازي. هنرسم يا مستر كده أهيت، آدي الأي، وهو قال لي بدأ منين؟ من الموازي يعني ماكس. وارسم يا مستر دورة كده، آدي دورة أهي. حلو كده؟ هو بيقول لك بقى من العظمى إلى نص العظمى، مش دي العظمى؟ ودي يا مستر نص العظمى. من العظمى لنص العظمى الحتة دي اللي هي 60 درجة، هقول له ال60 درجة خدت زمن اسمه تي. حلو كده؟ محدش يقول لي 30، لا ده من العظمى لنص العظمى، رايح جاي من العظمى عظم خد الكبيرة، رايح جاي من الصفر صغر، فدي جاي من العظمى يبقى ال60. هو بيقول لك بقى فإن زمن وصول التيار من نص العظمى الأولى، خلي بالك مثلا العظمى دي 10، نصها وليكن الحتة دي اسمها 5. بيقول لك أنا عايز أمشي من نص العظمى الأولى اللي هو من هنا كده، دي نص العظمى الأولى، دي نص العظمى التانية، دي نص العظمى التالتة، ودي نص العظمى الرابعة. 10 5 0 يبقى دي الأولى، 0 5 10 دي التانية، 10 5 0 دي التالتة، 0 5 10 دي الرابعة. أنا عايز أوصل من نص العظمى الأولى لنص العظمى التالتة، ما هي دي يا مستر نص العظمى الأولى. حلو كده؟ ودي نص العظمى التالتة. بيقول لك من هنا لحد هنا آخد زمن قد إيه؟ لازم أجيب السيتا الأول عشان أجيب منها الزمن. هقول له والله الحتة دي من نص العظمى للصفر الحتة دي ب30. حلو كده؟ ودي كلها يعتبر ربع دورة، أقول له 90. مش لازم أقول له بقى دي 30 ودي 60 على بعضها كده 90. طب الحتة دي بقد إيه؟ ب60 لأن أنا جاي من العظمى، فأقول له 30 و60 90 وهزود عليهم كمان 90 يديني 180. هقول له ال60 اداني كذا، يا ترى ال180 يديني كام؟ طرفين وسطين. وهكذا بتحل اي حاجه فيها سيتا مع زمن. انا بقول له ان ال60 اداني تي، يبقى ال180 يديني كام، على اساس ان انا ما اروحش احسب الاف، لانه في مسائل قبل كده في ثانويه عامه بيديله مثلا وليكن الاف، بيقول لك مثلا الاف ده وليكن ب50 هرتز، يقول لي احسب الزمن اللي هياخده التيار مش عارف من الصفر الى كذا. ما هو من الصفر الى كذا هجيب السيتا، وبعد كده اقول له ان السيتا دي بتساوي 360 اف تي، نظرا لان انا معايا الاف اقدر اجيب منه التي. وممكن يقول لي والله التيار خد زمن كذا وانا في السؤال معايا الاف، يا ترى السيتا بكام؟ هقول له والله السيتا بتساوي 360 اف تي. لو معاك الاف اكتب القانون، لو مش معاك الاف وعايز تستعين بصديق اقول له ال 360 اف دي ثابته، وبالتالي السيتا تتناسب طرديا مع الزمن. والله الزمن ده لو كبير هاخد زاويه كبيره، والزمن ده لو صغير هاخد سيتا صغيره. سيتا 1 على سيتا 2 هتساوي تي 1 على تي 2. ده يا شباب الجزئيه الخاصه بالسيتا مع الزمن. مش شرط بقى نص العظمى، ممكن يكلمني مثلا وليكن على القيمه الفعاله. ايه بقى القيمه الفعاله اللي احنا خدناها في الفيديو اللي فات؟ القيمه الفعاله دي كانت بتساوي الماكس على جذر 2، يعني الزاويه بتاعتي كانت 45. ممكن يقول لي الفعاله الاولى من الصفر للفعاله الاولى هتبقى 45. دايما للمره الاولى دي في الربع الاولاني، وللمره الثانيه في الربع الثاني، والمره الثالثه في الربع الثالث، وللمره الرابعه في الربع الرابع. ممكن يقول لي هو بدأ من الصفر، يعني ابتدي من الصفر واعمل دورة. الموجبة الأولى اللي هي المرة الأولى، الموجبة الثانية اللي هي للمرة الثانية، السالبة الأولى اللي هي للمرة الثالثة، السالبة الثانية اللي هي للمرة الرابعة. تعال كده نتناقش على الفعالة وليكن الثانية. الفعالة دي رايقة لأنها 45، هقول له الفعالة الثانية هتبقى 90 وهزود عليها 45، يبقى الزاوية بتاعتها 90 زائد 45. طب لو جه قال لي الفعالة الثالثة هقول له هتبقى 180 وهزود عليها 45. الفعالة حلاوتها ان هي في النص بالظبط، 45 45، انما نص العظمى كانت 30 و60. تلت العظمى مثلا اللي هي شيفت ساين تلت طلع معايا حوالي 20 20 و70. الفعالة في النص. الفعالة الثالثة هقول له 180 وهزود عليهم 45. الفعالة الرابعة هقول له 270 وهزود عليهم ال 45. جبت السيتا هات منهم الزمن. ده يا مستر الجزئية الخاصة بالسيتا مع الزمن. تعال بقى نخش على الجزئية الثانية الا وهي عدد مرات وصول التيار الى كذا. تعالى لي يلا ركز لي بقى كويس كده. نفس الكلام، هل هو الملف بدأ من الوضع العمودي ولا بدأ من الوضع الموازي؟ نفترض ان هو بدأ من الوضع العمودي، هنرسم دورة يا مستر. ادي مثلا وليكن الاي، وبدأ من الوضع العمودي اللي هو الصفر. ادي يا مستر رسمنا دورة. عشان نفهم القوانين كويس انا هفترض لك ان هو عمل دورة كل 1 ثانية.
طبعا هو الكلام ده مش هيحصل في المسألة. المروحة لما تيجي تلف ولا حاجة هي ما بتعملش دورة في الثانية، أو ملف الدينامو لما يجي يدور في المجال المغناطيسي هو ما بيعملش دورة في الثانية، هو بيعمل له 30 40 50 دورة في الثانية. بس عشان نستنتج القوانين وتقريبا للفهم بنفترض إن هو عمل دورة كل ثانية. هي الإف بتساوي إيه؟ مش الإف بتساوي إن على تي صح؟ واحد على واحد يطلع الإف معايا بواحد. هنفترض ان الاف بواحد يعني عمل دورة، هو عمل دورة كل ثانية. طب لو بدأ من الوضع الموازي، ادي يا مستر الاي وادي الزمن موازي يعني الاي ماكس، وهنرسم دورة. نفس الكلام هنفترض ان هو عمل دورة في ثانية، وبالتالي الاف بتساوي ان على تي، واحد على واحد يديني واحد، فهنفترض ان الاف بواحد. حلو كده. تعالى بقى انا عايز عدد مرات وصول التيار الى القيمة العظمى. هو وصل للعظمى هنا كم مرة؟ ادي مرة ودي التانية صح كده؟ فهنقول له 2 اف. هنا الاف بكام؟ بواحد. 2 في واحد يديني 2، وفعلا هو وصل كام؟ وصل مرتين، بس الكلام ده على اساس انه ايه؟ في الثانية، فده اسمه عدد مرات وصول التيار الى العظمى. لو جه قال لي في ثانية هقول له 2 اف. طب نفترض في ثانيتين، والله انا في الثانية الواحدة عملت دورة. طب في الثانيتين هعمل دورتين. في الدورة الواحدة أنا وصلت مرتين. طب في ثانيتين اللي هي دورتين هيبقى 4، فاللي يطلع ده اضربه في 2. طب لو جه قال لك في 5 ثواني، اللي يطلع ده هضربه في 5، والسبورة الجاية إن شاء الله هديك أمثلة عشان تفهم. طب هنا وصل للعظمى كم مرة؟ أدي واحدة، التانية، التالتة. فإيه القانون بتاعها؟ هتقول لي 3 اف. هقول لك لأ، 2 اف زائد الواحد. اشمعنى؟ تعالى الاف هنا بواحد صح؟ 2 في واحد باتنين زائد واحد يديني 3. فعلا هو وصل للعظمى 1 2 3. حد يقول لي يا مستر ما هو لو قلت 3 اف، 3 في واحد هيديني 3، وفعلا هو وصل 3 مرات. هقول لك حبيبي انا بعمل قانون يمشي مع كل المسائل مش مع الدورة الواحدة. سيادتك لو قلت 3 اف مش هتمشي بعد كده في الدورتين والثلاثة والاربعة. لا مش فاهم. تعالى ادي يا مستر مثلا، ادي كده دورة. حلو. واعمل لي كمان دورة. عد كده العظمى قد ايه؟ هتقول لي ادي مرة، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة. وصل 5 مرات صح؟ سيادتك لو قلت بقى 3 اف ودول دورتين، يعني الاف مثلا ب2، هنقول له 3 في 2 يديني 6. الباشا وصل 5 مرات، ف3 اف غلط. انما هنا الاف مثلا هنا ب2، هقول له 2 في 2 ب4 زائد 1 يديني 5. فالقانون الصح هو 2 اف زائد الواحد وليس 3 اف. حلو كده. خش على اللي بعدها. عايز عدد مرات وصول التيار الى الصفر. لازم احدد هل هو بدأ من العمودي ولا الموازي عشان القانون هيختلف. لو بدأ من العمودي وصل للصفر ادي مرة، ادي التانية، ادي التالتة. طالما 3 مرات هقول له 2 اف زائد الواحد. طبعا الكلام ده كله على اساس انه في ثانية. طب لو جه قال لي في نص ثانية، الرقم اللي هيطلع ده هضربه في نص. طب تعالى هنا كده، وصل للصفر كم مرة؟ ادي مرة، ادي 2 مرتين هقول له 2 اف. لو مرتين يبقى 2 اف، لو 3 مرات يبقى 2 اف زائد الواحد. عدد مرات تغيير الاتجاه، غير اتجاه التيار يعني نط الحبل. من الحبل بالنسبة لي اللي هو محور السينات. أنا لو عديت محور السينات يبقى أنا كده غيرت اتجاهي. هنا بقى غير اتجاهه كم مرة؟ فكر كده. مرتين صح؟ ولا 3؟ لا 2 ولا 3. نط الحبل مرة واحدة. حبيبي ده الموجب وده السالب، وده كده محور السينات. والله يا مستر هو كده ما غيرش اتجاهه، هو كده لسه في الموجب، انما نط الحبل ادي مرة واحدة بس. نط الحبل مرة واحدة، فهنقول له 2 اف ناقص الواحد، حيث ان الاف هنا بواحد. 2 في واحد باتنين ناقص واحد يديني واحد. كلام سليم. طب تعالى هنا كده وقول لي غير اتجاهه كم مرة؟ كام؟ 3 ولا 4؟ لا 3 ولا 4، هما 2. ادي الموجب وادي السالب وادي الموجب. ادي يا مستر النطة الاولى وادي النطة التانية، فهو غير اتجاهه مرتين. هنقول له يا مستر 2 اف. يبقى العظمى والصغرى وتغيير الاتجاه لازم تحدد كويس قوي هو بدأ منين، هل من العمودي ولا هل من الموازي، عشان القانون هيختلف. هنا 2 اف، هنا 2 اف زائد الواحد، هنا 2 اف زائد الواحد، هنا 2 اف، هنا 2 اف ناقص الواحد، وهنا 2 اف. الحاجات دي ما تحفظهاش.
قال لي بدأ من العمودي هرسم دورة، بدأ من الموازي هرسم دورة. أحدد هو عايز مين، عظمى صغرى تغيير اتجاه، وعد وبعد كده يا معلم هتحسب. طب دول أول 3 حالات، ودول يعتبر حالات خاصة. ليه حالات خاصة؟ لأن القانون فيهم بيختلف. إيه الحاجة الرابعة؟ أي حاجة غيرهم. يعني إيه أي حاجة غيرهم؟ يعني أي حاجة غير العظمى وغير الصغرى وغير تغيير الاتجاه. مش فاهم. يعني مثلا نص العظمى، تلت العظمى، خمس العظمى، عشر العظمى، حتى الفعالة. ما هي الفعالة بتساوي العظمى على جذر 2. أي حاجة منهم هنقول له 4 اف. 4 اف 4 اف. الكلام ده يا معلم بأكد عليك تاني على أساس إنه في ثانية واحدة، وهديك أمثلة زي ما قلت لك. لا فهمني دي يا مستر كده يا معلم. افترض إن العظمى ب10، العظمى دي ب10، نصها اللي هي كام؟ 5. تعال كده نشوف الخمسة وصل لها كم مرة. بسم الله. 0 5 10، يبقى ادي المرة الأولى. 10 5 0، ادي المرة التانية. 0 5 10، ادي المرة التالتة. 10 5 0، ادي المرة الرابعة. يبقى 5 امبير دي وصل لها كم مرة في الدورة الواحدة؟ 4. فلذلك قلت 4 اف. طب حتى هنا كمان 4 اف. هقول لك تعالى كده. ما هي العظمى يا مستر هنا ب10 مثلا، فين نصها؟ 10 5 0، ادي المرة الأولى. 0 5 10، ادي المرة الثانية. 10 5 0، ادي المرة الثالثة. 0 5 10، ادي المرة الرابعة. فعلا نص العظمى وصل لها 4 مرات، فعشان كده نقول له 4 اف. طب بالنسبة للفعالة حبيبي، ما هي الفعالة ماكس على جذر 2. هنا الماكس مثلا ب10، طب لما اقسمها على جذر 2 مجازا طلعت ب8. ما هي ال8 دي قبل العظمى. 0 8 10، ادي مرة. 10 8 0، ادي الثانية. 0 8 10، ادي الثالثة. 10 8 0، ادي الرابعة. اهم حاجة اي حاجة غير الثلاثة دول قول له 4 اف، ولا تبالي وما تسألش دار منين. تعال نشوف الامثلة. اسمع كده. يقول لك ملف دينامو يدور بمعدل 20 دورة كل 4/10 ثانية. سمعت الصبغة دي؟ ما تكملش المسألة، هات الاف على طول. هي الاف بتساوي ايه؟ مش الاف بتساوي ان على تي؟ هنطلع الآلة ونقول له 20 على 4/10 يديني 50. 50 ايه يا مستر؟ 50 هرتز. عايزين بقى نحلل يعني ايه 50 هرتز؟ يعني ايه 50 هرتز؟ هتقول له يا مستر هي مش الاف دي اصلا اساسها بتساوي ان على تي؟ والله 50 هرتز يعني في الثانية الواحدة، في الثانية الواحدة بيعمل 50 دورة. عشان أقول له 50 على 1 يديني 50. كل ثانية هيعمل 50 دورة، فأكيد بقى مش هروح أرسم 50 دورة ولا 100 دورة ولا هكذا. شوف كده السؤال بيقول لك احسب عدد مرات وصول التيار إلى الصفر، إلى الصفر، إلى قيمته الصفر كل قد إيه؟ لأن أنا عارف إن أنا كل ثانية بعمل 50 دورة، فأنا عايز أشوف هو عايزها خلال قد إيه. نفترض مثلا قال لي كل 1 ثانية، بس لازم يحدد لي بدأ منين، لأن الصفر والعظمى وتغيير الاتجاه القانون بيختلف. قال لك بدءا من الموازي. أنت عارف في المسألة لو ما حددش مثلا بدأ منين، افترض إن هو بدأ من الوضع العمودي. اشمعنى؟ عشان الدينامو ده أصلا أساسه بيولد كهرباء، وفي الأول أكيد ما فيش كهرباء، يعني التيار بصفر. فلو ما حددش قول له بدأ من العمودي. هنا قال لي بدأ من الموازي، أعمل إيه؟ قول له أدي التيار وأدي الزمن. يكون يقول لي التيار أو الإي إم إف مش فارقة كتير يعني. هو بدأ من الموازي اللي هو الماكس، واروح يا مستر راسم دورة. حلو كده. عد بقى كده. هو بيقول لي الى الصفر، ما هو ده الصفر اهو. ادي مرة، ادي التانية. لو مرتين يبقى 2 اف. هقول له يا مستر 2 اف. الاف انا حسبتها بكام؟ ب50. فاقول له 2 في 50 يديني 100 مرة. بس خلي بالك 100 مرة دي على أساس إن الإف ب50. يعني الإف ب50 يعني في الثانية الواحدة عمل 50 دورة. شيل بقى كل 1 ثانية وحط مثلا كل ثانيتين. ما أنا هقول له في الثانية الواحدة أنا رحت 100 مرة. طب في الثانيتين هتقول لي هضربها في 2 يبقى 200 مرة. طب شيل دي وحط كل نص ثانية. هقول له في الثانية الواحدة والله أنا رحت 100 مرة. طب في النص ثانية هيبقى نص في 100 هيديني 50 وهكذا. احسب عدد مرات وصول التيار إلى القيمة الفعالة. هل القيمة الفعالة دي كانت من الحالات الخاصة اللي هي العظمى أو الصغرى وتغيير الاتجاه؟ هتقول لي لأ. وطالما مش من الحالات الخاصة لا يجوز لك إنك تسأل هو بدأ منين. قول له على طول 4 اف يا مستر. الاف بكام؟ ب50. هقول له 4 في 50 هيديني 200 مرة.
بس الكلام ده يا مستر على اساس ان انا خدت الاف ب50، يعني في الثانيه الواحده عمل 50 دوره. الباشا بيقول لك كل نص ثانيه، خلاص اللي طلع ده اللي هو ال200 هضربه في نص يطلع كام؟ 100. لان انا لو قلت 200 مره ده على اساس انه في الثانيه الواحده عمل 50 دوره في الثانيه الواحده. الباشا بيقول لي كل نص ثانيه، فانا هشتغلها عادي شغل الطبيعي على اساس ان هي ثانيه. طلعت معايا 200 مره، واللي يطلع يا مستر اضربه في كام؟ اضربه في نص، وهكذا بقى. حلو كده. يبقى انت يا معلم تعمل ايه؟ بالراحه كده تشوف هو بدأ من العمودي ولا بدأ من الموازي. ارسم، هو عايز عظمى ولا صغرى وتغيير الاتجاه، ارسم وهنعد. اي حاجه غيرهم يا معلم هتقول له 4 اف وما تسالش دار منين. حلو كده. كده احنا جبنا لك حته السيتا مع الزمن، وجبنا لك ايضا عدد مرات وصول التيار الى العظمى والى الصفر والى تغيير الاتجاه، واي حاجه غيرهم اللي هي الفعاله ونص العظمى. خش بقى بعد كده يا مستر على الفرق ما بين التيار بقى المتردد قبل التقويم وبعد التقويم. بص كده يا معلم، الحته دي مهمه جدا، خلي بالك، عشان لما اجي اقول لك في الشكل المقابل ابص على الشكل كويس قوي، ابص عليه كويس قوي. لو مديني مثلا رسمه للدينامو، اول حاجه احدد هل هو بدأ من العمودي ولا بدأ من الموازي، مهم جدا. ثم هل هو مديني حلقتين تحت بعض كده، ولا مديني يا مستر نصفي اسطوانه اللي هي الحلقه واحده مقسومه الى حتتين، ادي النص الاولاني وادي النص الثاني واللي ما بينهم ده اللي هو العازل. فخلي بالك، هل هو حلقتين وبالتالي التيار في الملف او حتى في الدايره الخارجيه هيبقى تيار متردد. يعني ايه يا مستر تيار متردد؟ يعني تيار متغير الشده والاتجاه. يعني لو التردد هنا 50 هرتز، هنا التردد ايضا يا مستر هيبقى 50 هرتز. فالحلقتين دايما يدوني في الملف اللي هو بيلف بره او حتى في الدايره الخارجيه اللي هي اللمبه اللي انا عايز اوصل لها الكهرباء، دايما يديني تيار متردد. طب انا بقى لو استبدلت الحلقتين دول، شلت حلقه او جبت واحده فيهم بس وقسمتها حتتين، يسمى نصفي اسطوانه. ساعتها بقى يا معلم انا بعمل حاجه اسمها تقويم للتيار المتردد. زي فكرة بالظبط انك تقوم سنانك، يعني بدل ما هي حتة فوق وحتة تحت، لا انا عايز اعمل فيهم ايه؟ عايز اخلي التيار كله في اتجاه واحد ما ينزليش تحت. بس خلي بالك من الحتة دي لان فيها لعب بالالفاظ جدا جدا جدا، فخلي بالك عند استخدام المقوم اللي هي الحلقة المقسومة حتتين ديت. التيار، اصل الناس اول لما تسمع كلمة نصفي اسطوانة اذا التيار بيتظبط، لا، هو بيتظبط في الدايره الخارجيه اللي بره. انما لو سالني على التيار في الملف اللي هو بيلف بره ده، قول له يا مستر يزال التيار تيار متردد. يعني في النص الاولاني هتلاقيه A B C D، طب بعد نص دوره هتلاقيه D C B A. فالتيار في الملف دائما تيار متردد، فخلي بالك. انما هو هيتظبط فين؟ هيتقوم فين؟ في الدايره الخارجيه اللي بره. وبالتالي لو جه قال لك في الخارجيه، قول له يا مستر بيبقى تيار كده. بص على الفرق بين ده وده كده، ده النص الاولاني في الموجب، طب في النص التاني السالب. يعني ايه؟ يعني النص الاولاني هتلاقيه ماشي كده، طب النص التاني يعكس اتجاهه، حبه كده حبه كده. انما ده النص الاولاني في الموجب، طب النص التاني هو ما عداش الحبل، خلي بالك ما عداش محور السينات في الموجب، فده اسمه تيار هو موحد الاتجاه، يعني كله فوق، او بالمناسبه ممكن يبقى كله تحت، المهم انه ما يعديش محور السينات، اسمه تيار موحد الاتجاه. هتقول لي يا مستر بس هو طالع نازل، هو صفر ماكس صفر، اكمن انا ما صرفتش، مستخدم ملف واحد. وبالتالي في الحاله دي السيتا بتتغير، حيث انه لما يكون مستوى الملف عمودي التيار اللي هو الشيطان بصفر اللي هو هنا. طب لما يسيب الوضع العمودي هيبقى مايل، يبتدي التيار يزيد لحد لما يوصل للموازي، وهكذا. فهنا الشده بتتغير لان انا ما صرفتش، مستخدم ملف واحد. انما انا يا مستر بقى لو صرفت وجبت عده ملفات، ملف والتاني والتالت والرابع والخامس والسادس، كلهم هيساعدوا بعض، وبالتالي دائما على الاقل في ملف هيبقى موازي للمجال، وبالتالي دائما الشده هتبقى ثابته. فخلي بالك من فكره ان انا استخدمت نصفي اسطوانه ويحط لي في السؤال يسالني على التيار في الملف، قول له لا يا مستر لا يزال التيار تيار متردد، هو بيتظبط في الخارجيه. فخلي بالك. بص لي بقى كده على الفرق بين التيار المتردد اللي هو متغير الشده ومتغير الاتجاه، عامل زي فرق علوز، حبه فوق وحبه تحت، وعلى التيار لما اتظبط بس الشكل ده اول لما اشوفه، ده معناه ان انا استخدمت اول حاجه نصفي اسطوانه، ده رقم واحد. رقم اتنين انا بخيل لان انا مستخدم ملف واحد وبالتالي الشده بتتغير. رقم تلاته ده في الخارجيه وليس في الملف. ملاحظات في منتهى الأهمية. أول حاجة التردد يا مستر الاف بتساوي ان على التي.
ده عمل كام دورة في الشكل؟ هتقول لي هو عمل دورة. عرفت منين؟ الدورة بتخلص لما يبتدي التيار يكرر نفسه تاني. هو عشان يكرر نفسه تاني لما جه هنا هو لسه هيبتدي يكرر فين؟ هنا كده. لما يجي هنا يبتدي يعمل دورة كمان زيها، فده يعتبر دورة. حلو كده؟ فهنا لو التردد مثلا مجازا اسمه 50 هرتز. طب يا مستر بعد لما تظبط، بص كده، هو من هنا لحد هنا يعتبر هي خلصت، فدي يعتبر دورة. طب بعد كده هيبتدي يكرر نفسه تاني، فالشكل ده دورتين. فلذلك لو التردد هنا 50 هرتز، هنا يا مستر هيبقى 100 هرتز. يضحك بقى عليا ازاي في السؤال؟ يقول لك اذا علمت ان التردد الناتج من ملف الدينامو سكت، اقصد يعني التيار المتردد، لان اساس الدينامو بيطلع تيار متردد، لان الكهرباء اللي بتتولد من الدينامو واللي بتوصل للبيت هي تيار متردد. انا ببتدي احاول اظبطها عشان اخليها تيار مستمر، عشان هناك بعض الاستخدامات عايزه تيار مستمر، انما الاساس في معظم الالات ومعظم الاجهزه هو تيار متردد 50 هرتز. بص بقى السؤال يقول لك ايه؟ فعند استخدام نصفي الاسطوانه. حلو كده، حلو كده. فاللي هيجي في دماغك ده لا، ده لو جه قال لي في الدايره الخارجيه او الناتجه، انما ممكن يقول لي فان تردد التيار في الملف بعد استخدام نصفي اسطوانه، اقول له ما يزال تيار متردد، وبالتالي هيبقى 50 هرتز. انما 100 هرتز في مين؟ في الدايره الخارجيه. فخلي بالك، فهنا التردد زاد للضعف. بالنسبه للقيمه الفعاله، هتقول لي الفعاله هتساوي الماكس على جذر 2. طب هنا الفعالة زيها هتساوي الماكس على جذر 2. حد يقول لي ازاي يا مستر؟ مش فاهم حبيبي. هو الفرق بس بين ده وده ان انا جيت هنا ورحت قالب دي فوق بس، فالماكس هنا لو 100 الماكس هنا هتبقى 100، وبالتالي الفعالة هتساوي 100 على جذر 2، وهنا نفس الموضوع 100 على جذر 2. هيبتدي بقى حد يشغل دماغه ويقول لي يا مستر بس القيمة الماكس بتساوي ناباوي. هقول له تمام. والوي اللي هي الاوميجا دي بتساوي 2 باي اف. هقول له تمام. هيقول لي ما هي الاف زادت للضعف، فالمفروض ان القيمه العظمى هي كمان تزاد للضعف. اقول له لا حبيبي، التردد زاد للضعف بسبب بس فكره الدورات، ان ده عشان يكرر نفسه ده يعتبر قطع دوره، انما ده بالنسبه لده لا، ده دورتين. فبنقول له الاف هنا زاد للضعف بسبب الدورات، انما القيمه العظمى ثابته، وبالتالي القيمه الفعاله ثابته. فخلي بالك بقى. الحاجه الثالثه، معظم الناس للأسف حافظة المتوسطة خلال دورة كاملة بتساوي صفر. غلط. المتوسطة خلال دورة كاملة، معظم الناس للأسف حافظين إن المتوسطة خلال دورة كاملة بتساوي صفر. دي صح وغلط. صح على أساس إن التيار تيار متردد، نص في الموجب ونص في السالب، فاللهم اضرب الظالمين بالظالمين، فهنا المتوسطة هتساوي صفر. كلام سليم صح؟ بس هل ده مش ممكن يتظبط؟ هل ده أقدر أقول له إن المتوسطة خلال دورة كاملة بتساوي صفر؟ ده التيار كله فوق في الموجب. من أين يأتي الصفر؟ الصفر ده لما يكون حتة في الموجب وحتة في السالب، إنما هنا كلها فوق، وبالتالي هنا لو سألني على المتوسطة خلال ربع دورة، قول له زي نص دورة، قول له زي 3/4 دورة، قول له زي دورة كاملة، هتساوي يا مستر 2 على باي في الماكس. يعني لو ده التيار هقول له هنا الاي ماكس، ولو ده الاي ام اف هقول له هنا الاي ام اف ماكس، لان زي ما قلت لك ما في فرق في الدينامو بين الاي ام اف والتيار، عدا حاجه واحده بس، ان الاي بيتوقف على الار علاقه عكسيه، انما الاي ام اف لا تعتمد على مين؟ الاي ام اف لا تعتمد على الار، وبالتالي هتبقى علاقه ثابته. فخلي بالك كده يا مستر، يعتبر احنا ظبطنا الفرق ما بين التيار المتردد قبل التقويم وبعد التقويم. حلو كده. ابتدي بقى اديك شويه حاجات مهمه جدا 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 تخليك تنجو من فكرة السم في العسل. خلي بالك كده يا مستر، احنا خدنا الفرق ما بين التيار المتردد وبين التيار اللي هو موحد الاتجاه متغير الشدة. خدنا الفرق من حيث التردد، من حيث القيمة الفعالة، من حيث المتوسطة خلال دورة كاملة. فاضل لي يا مستر حاجتين صغيرين. الحاجة الأولى إن أنا هاجي جنب ودانك وأقول لك أول لما يجي لك سؤال في الدينامو اعمل 1 2 3 4 عشان ما يضحكش عليك. بص لي كده. أول حاجة هام جدا، أهم حاجة في الدينامو، رقم 1 تشوف الملف بدأ منين. ايوه، يجي يقول لك في الشكل المقابل ابص لو بدأ من الموازي غير بدأ من العمودي. سريعا تاني، لو بدأ من العمودي كل الشياطين بصفر، اللي هو الاي والاي ام اف وعزم الازدواج والدلتا فاي ام على الدلتا تي، كل ده بصفر. انما الفاي ام اللي هي الغلبانه هتبقى ماكس. انما لو كان قال لي في الشكل المقابل وبصيت عليه ولقيت انه بدأ من الوضع الموازي، يبقى كل الشياطين ماكس، اللي هو التيار ماكس والاي ام اف ماكس وعزم الازدواج ماكس، حتى الدلتا فاي ام على الدلتا تي ماكس. انما الفاي ام هتبقى بكام؟ بصفر. فدي اول حاجه. رقم 2، هل هم حلقتين ولا نصفي اسطوانه؟ ايوه، لانه لو حلقتين هيبقى كل التيار متردد، سواء بره في الملف
سواء في الملف او حتى بره في الدايره الخارجيه. انما لو نصفي اسطوانه، لو في الملف هيبقى تيار متردد، انما لو في الدايره الخارجيه هيبقى تيار موحد الاتجاه بس متغير الشده. فدي مهمه جدا، خلي بالك. رقم 3، انت بتتعامل مع مين؟ انت بتتعامل مع مين؟ هل انا بتعامل مع حد طيب اسمه الفاي ام، وبالتالي لو هو بصفر فاقول له اذا مستوى الملف موازي، ولو هو ماكس فاقول له مستوى الملف عمودي؟ ولا بتتعامل مع حد شيطان اسمه الاي، اسمه الاي ام اف، اسمه عزم الازدواج، اسمه الدلتا فاي ام مع الدلتا تي؟ الشياطين دول لو هم ماكس هقول له اذا مستوى الملف موازي، لان انا بعكس اللي بيجي في دماغي. ولو هم صفر هقول له اذا مستوى الملف عمودي. فخلي بالك انت بتتعامل مع مين. ده رقم 3. رقم 4، وانا بحسب القدره والطاقه، القدره اللي هي اي تربيع في الار او في تربيع على الار او في اي، حتى الطاقه اللي هي نفسها القدره بس مضروبه في الزمن، التيار والجهد اللي هو الاي ام اف ده لازم يبقوا قيمه فعاله. وبالتالي لما اجي اقول له ان القدره بتساوي اي تربيع في الار، الاي ده افكتيف، في تربيع على الار، الفي ده افكتيف، في اي القيم ده افكتيف. خلي بالك. الحاجة الأخيرة والمهمة جدا 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 يا مستر في الدينامو، فكرة السيتا مع الزمن. علاقة غرامية مهمة جدا 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 جدا. فكرة إن السيتا بتساوي 2 باي اف تي، والباي هنا ب 180، فدايما بنقول لك إن السيتا بتساوي 360 اف تي. مهمة جدا. الحاجة الأخيرة يا مستر هو قانون المتوسطة اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات. إيه قانون المتوسطة؟ أساس المتوسطة إنها بتساوي سالب ان دلتا فاي ام مع الدلتا تي. حصل؟ ولكن احنا استنتجنا منه قانون بيسهل الدنيا، الا وهو سالب 360 اي ام اف ماكس، افتح قوس، ساين سيتا 2 ناقص ساين سيتا 1 على تحت في المقام 2 باي، افتح قوس في المقام سيتا 2 ناقص سيتا 1، حيث ان السيتا اللي في القانون بتاع المتوسطه هي السيتا الطيبه بتاع الفاي ام اللي هي الزاويه بين الملف والمجال. فخلي بالك دي حاجات مهمه جدا جدا جدا. تبقى يا مستر حاجه واحده اخيره، الا وهي مساله هلم لك فيها كل الافكار بتاعه الدينامو، اللحظيه بقى، والتردد، والسرعه الدورانيه، والمتوسطه، والفعاله، والقدره، والطاقه، وعدد مرات وصول التيار، وهكذا. تعال نشوفها. يلا بص لي يا معلم كده. اهم حاجه بس لما يجي لك رسم بياني يا راجل بالله عليك ما تخاف، بالله عليك ما تخاف. يعني بص رسمه زي دي كده، ايه يا عم الرسمه دي؟ يا عم التيار هنا الماكس ب10، يعني هنا التيار بصفر اهو يا عم. نطلع السلم 0 1 2 3 4 لحد لما وصلت ل10. طب يلا ننزل 10 9 5 وهكذا. خايف من ايه بقى؟ شوف لما يجي لي سؤال انا بفكر ازاي. شوف كده، اول حاجه ببص على محور الصادات واحدد هو مين. ده اي شيطان بدأ من الصفر، فاجي هنا واقول له بدأ من الوضع العمودي. وزي ما قلنا الوضع العمودي في الدينامو وضع لا خوفا منه خالص. حلو. قال لك عمل نص دوره كل 1 من 100، الزمن ده هنا بالثواني. اول حاجه لما يجي لك رسم بياني حددت انت بتتعامل مع مين. هنا الاي هيقول لي بالامبير، تمام. هنا الزمن مثلا بالثانيه، لان ممكن يقول لي هنا الاي بالملي امبير، او يجي هنا الزمن يقول لي مش عارف بالمايكرو ثانيه، او الزمن ده مضروب في 10 اس -3. فخلي بالي من التفاصيل الصغيره دي. اول سؤال بيقول لك هات لي الاف، التردد بكام؟ ده هنجيبه من الرسم البياني. يعني هنقول له ان الاف بتساوي ان على تي. حلو كده. دي كام دوره؟ دي نص دوره كل 1 من 100، فاقول له نص دوره، نص عملها في زمن اسمه 1 من 100. اطلع الاله واقول له نص على 1 من 100 يديك التردد معاك ب 50 هرتز. حلو كده. تاني حاجه يقول لي احسب السرعه الزاويه، السرعه الدورانيه. خلي بالك من الحته دي كويس قوي. ابص لما يجي يقول لي احسب لي السرعه الدورانيه، ابص على الاختيارات. لو من كل الاختيارات بالراديان على الثانيه يبقى الباي هنا ب 22/7. ممكن يغفلك ويقول لك هات السرعه الدورانيه ويحط لك الاختيارات بالديجري على الثانيه. ديجري يعني الباي هنا ب 180، فخلي بالك يعني. هقول له الدبليو دي بتساوي 2 باي اف. كده كده الاف دي معايا احنا جبناها ب 50 هرتز. هنزل الاثنين. الباي هبص على الاختيارات، هي بنسبه 90% زي ما بتيجي في الكتب راديان على الثانيه، بس ممكن يجي في الامتحان يغفلك، فخلي بالك. هقول له 2 في 22/7 في الاف اللي هي 50، بس في الحاله دي هقول له راديان على الثانيه، او اقول له 2 في 180 في 50 هرتز، بس الرقم اللي هيطلع هيبقى بديجري على الثانيه. ودايما بميزهم ازاي؟ راديان على الثانيه هتلاقي الرقم صغير، الديجري على الثانيه هتلاقي الرقم كبير، فخلي بالك. ده السؤال الثاني. السؤال الثالث يقول لي احسب القدره. عشان انا معايا التيار هقول له القدره دي بتساوي اي تربيع في الار. الار معايا 50. طب بالنسبه للتيار خلي بالك ده افكتيف. اوعى اصل حد يقول لي ايه الاي يا مستر ب10؟ لا 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 حبيبي، ده الاي ماكس، واحنا قلنا ان ده الفعاله.
فانا اقول له الماكس اللي هو ال10 اروح اقسمه على جذر 2 عشان اجيبه الفعاله، فاقول له 10 على جذر 2 تربيع والار ب 50. كده انا حسبت القدره. يقول لي احسب الطاقه، دايما الطاقه محتاجه زمن. يقول لي احسب الطاقه خلال دوره كامله. دوره كامله دي يعني الزمن هو زمن دوري، فاقول له الطاقه بتساوي القدره في الزمن. دوره كامله يعني الزمن اسمه زمن دوري، دوره كامله. طب الزمن الدوري ده هجيبه ازاي؟ ممكن تجيبه من الرسم، انه هنا نص دوره 1/100. طب دورة كاملة اروح ضرب ده في 2، ف1/100 في 2 يبقى الزمن ده 2/100. او عشان انا جبت الاف هنا ب50 هرتز، الزمن الدوري ده مقلوب التردد، ف1 على 50 هيديني 2/100 واضربها في القدرة اللي انا جبتها من الخطوة اللي فاتت. كده انا جبت الطاقة. ده رقم 4. رقم 5 يقول لي احسب التيار بعد زمن كذا. زمن كذا ده يعني هو هيديك الزمن. خلي بالك بقى من دي مهمة جدا 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 جدا. قلت لك هو بدأ من الوضع العمودي. الوضع العمودي في الدينامو وضع لا خوفا منه. عارف ليه؟ ادي الوضع العمودي يا مستر، وهو لو دار مثلا يعني دار وليكن 30، ما هو ال30 دي هي مش الزاوية بين الملف والمجال، هي الزاوية بين الملف والمجال في الحالة دي 60. انا مش عايز الزاوية بين الملف والمجال، انا عايز الزاوية التانية اللي هو اللي دارها. عشان كده لما يبتدي من الوضع العمودي وضع لا خوفا منه، اعمل ايه يا مستر؟ مش هو عايز التيار بعد ده يعني لحظي، فهقول له الاي هتساوي اي ماكس المفروض ساين سيتا. هل هو مديني السيتا؟ اكيد لا، اكيد لا، ما هو مديني زمن صح؟ اداك زمن هات السيتا، اداك زمن هات السيتا، معاك سيتا هات الزمن، حيث ان السيتا بتساوي 360 اف في تي. الاف ده احنا جبناها هنا ب50 هرتز، الزمن ده هو زمن كذا اللي هو هيديهولك هنا كده، والاي ماكس يا مستر معايا في السؤال اللي هي 10 اعوض. انما لو جه قال لي احسب التيار بعد زمن واداك الزمن ده بدءا من الوضع الموازي بعد زمن معين، اكيد دار سيتا صح؟ السيتا دي اللي انا هحسبها دي هي الزاويه بين الملف والمجال، مش هاخدها ساعتها، هروح اخد المتممه. بمعنى الزمن اللي اداهولي ده اروح اجيب منه دي، ما هي 360 اف تي، ده السيتا، ده السيتا اللي دارها، والزاويه دي لما تطلع هي الزاويه بين الملف والمجال، ساعتها مش هاخدها، هاخد المتممه. اذا خلاصه الكلام، لو بدأ من الوضع العمودي ودار زمن ما من الزمن ده هات السيتا واللي تطلع خدها. انما لو بدأ من الوضع الموازي بعد زمن كذا اكيد دار زاويه كذا، هات الزاويه دي واللي تطلع خد المتممه. فخلي بالك ده السؤال رقم 5. السؤال رقم 6 تعال نراجع على المتوسطه. بيقول لك احسب متوسط الاي ام اف. حد يقول لي يا مستر ازاي؟ هيقول لي احسب متوسط الاي ام اف وهو مديني التيار. حبيبي ما في فرق في الدينامو بين الاي والاي ام اف. قلت لك الاي ماكس معايا ب10 اضربه في الار، هقول له الاي ام اف ماكس هتساوي الاي ماكس في الار، حيث ان الفي بتساوي الاي في الار، والفي ده اللي هي الاي ام اف. هقول له 10 في 50 هيديني 500. احسب متوسط الاي ام اف خلال سدس دوره. السدس مش معايا في القوانين اللي انا حافظها، بس قال لي بدءا من وضع الصفر اللي هو الوضع ده، يعني زي الرسم البياني كده بالظبط. بسيطه. هقول له المتوسطه هتساوي سالب 360 الاي ام اف ماكس ساين سيتا 2 ناقص ساين سيتا 1 على 2 باي سيتا 2 ناقص سيتا 1. وزي ما قلت لك في شرح المتوسطه ان السيتا دي هي سيتا طيبه اللي هي الزاويه بين الملف والمجال. حلو كده. نزل يا معلم سالب 360 اهي. مين يا مستر الاي ام اف ماكس؟ محدش يقول لي 10. خلي بالك هو عايز متوسط الاي ام اف، يبقى هنا هتكلم على الاي ام اف ماكس. الاي ماكس هنا ب10 اضربها في الار يطلع معايا 500. تيجي بقى يا معلم عند السيتا دي واحده واحده. السيتا دي هي سيتا طيبه اللي هي الزاويه بين الملف والمجال. هو بدأ منين؟ بدأ من هنا صح؟ هنا الاي بصفر، خد بالك كاتب لي الوضع العمودي، يعني بدأ من الوضع العمودي، والزاويه دي هي الزاويه بين الملف والمجال، فهقول له في الاول السيتا دي يا مستر 90، بس اوعى تنسى الساين، يبقى ساين 90 ناقص سيتا 2 دي اسهل سيتا عندك. ليه بقى؟ هشوف السيتا 1 بكام وهزود عليها الزاويه اللي هيدورها. هو عايزها خلال قد ايه؟ بيقول لي احسبها خلال سدس دوره. عارف يعني ايه سدس دوره؟ سدس دوره يعني سدس في 360 دي تديك 60 درجه. يعني الباشا بيقول لك بدايه من هنا كده امشي 60 درجه، وليكن هنا كده لحد هنا كده 60 درجه، يعني ما كملش الربع دوره. بيقول لك المتوسطه خلال الفتره دي بقد ايه؟ هقول له بسيطه، مش سيتا 1 دي ب90، سيتا 2 هتساوي 90 وهزود عليها ال60 يديني 150. حد يقول لي يا مستر مش فاهم بصراحه. واحده واحده يا حبيبي. ادي ده الوضع العمودي اهو.
انا عايزه يدور 60 درجه من الوضع العمودي. هيدور ازاي؟ مش فارقه. ما هو حبيبي لو هو دار كده عكس عقارب الساعه هي كانت 60 صح، ولما زود عليها كمان 60 هي كانت 90. هو كان عمودي، ولما زود عليها ال 60 هقول له 90 زائد 60 يبقى الزاويه بين الملف والمجال اللي هي ال 150. حد يقول لي طب لو دار العكس؟ حبيبي ما هو لو دار مع العقارب زاويه 60 هيتفضل لي هنا بين الملف والمجال 30، والسيتا دي طيبه، انا هختار الزاويه بين الملف والمجال اللي هي ال 30، وساين ال 150 نفسها ساين ال 30، فمش فارقه. فعشان تنجز في الحته دي شوف سيتا 1 بكام اللي هي ال 90، سيتا 2 هتقول له هتساوي السيتا 1 زائد الزاويه اللي دارها. طب لو كان قال لي خلال تلت دوره، تلت دوره يعني تلت في 360 هيديك 120، ساعتها سيتا 2 هتساوي ال 90 وهزود عليها ال 120 كان هيديك 210 على تحت 2 باي سيتا 2 اللي هي 150 ناقص سيتا 1 اللي هي 90. واكيد يا مستر هنا الباي بكام؟ هنا الباي ب 22 على 7. ده السؤال رقم 6. كمل. بعد كده بيقول لي احسب عدد مرات وصول التيار الى 10 امبير كل 2 ثانيه بدءا من وضع الصفر. واحده واحده وما تخافش من الكلام، بالراحه. طبعا احنا من السبوره اللي فاتت عارفين ان الاي ماكس بكام؟ ب 10، وان الاف عندي ب 50 هرتز، وان الاي ام اف ماكس اللي هي الفي بتساوي الاي في الار. طالما دي ماكس يبقى دي ماكس. 10 في 50 قلنا هتساوي 500، وقلنا قبلها ان الاف ب 50 هرتز. حلو كده؟ ماشي. ده يا مستر السؤال رقم 6. نكمل. السؤال رقم 7 يا مستر بيقول لي احسب عدد مرات وصول التيار الى 10 امبير كل 2 ثانيه بدءا من وضع الصفر. واحده واحده وما تخافش. احنا عارفين من السبوره اللي فاتت ان الاي ماكس ب 10، وان التردد كان ب 50 هرتز، وان الاي ام اف ماكس دي كانت بتساوي الاي ماكس في الار. خلي بالك الاي ام اف ماكس يبقى الاي ماكس، الاي ام اف فعاله يبقى الاي فعاله، الاي ام اف متوسطه يبقى الاي متوسطه. ما في فرق بين الاي ام اف والتيار. ولو الاي ام اف دي مخوفاك شيلها وحط مكانها الفي وقول له ان الفي بتساوي الاي في الار. حلو كده؟ ماشي. احنا عارفين ان الاي ماكس هنا ب 10، فبيقول لك احسب عدد مرات وصول التيار الى القيمه العظمى. يعني مش العظمى دي من الحالات الخاصه، لازم يقول لي بدأ منين، ولو ما قالش اقول له من وضع الصفر اللي هو الوضع العمودي. حلو كده؟ اهو يا مستر ارسم دوره واقول له ادي الاي وادي الزمن. بدأ من الصفر اللي هو الوضع العمودي اهو، وارسم دوره. وصل للقيمه الماكس اللي هي 10 امبير كم مره؟ ادي مره. الثانيه هنقول له كام؟ 2 اف. الاف بكام عندي في المساله؟ 50 هرتز. بس قلنا يعني ايه 50 هرتز؟ يعني في الثانيه الواحده عمل 50 دوره، في كل ثانيه عمل 50 دوره، فاكيد مش هروح ارسم 50 دوره. هو بيقول لي هاتها لي كل ثانيتين، انا هحسب كل ثانيه واللي هيطلع هضربه في 2. يعني الاف عندي بكام؟ ب 50. هقول له 2 في 50 يديني 100 مره. طبعا ده على اساس ان انا اخترت ال 50 هرتز اللي هي في الثانيه الواحده عمل 50 دوره. طب انا بقول له في الثانيه الواحده مر 100 مره، طب في الثانيتين اروح ماسك دي وضاربها في 2 يطلع معايا 200 مره. وكأن القوانين اللي انا كتبتها لك كأن ال 2 اف دي مضروبه في الزمن. والله لو هو ثانية واحدة كأنه مش موجود. طب لو هو نص ثانية الرقم اللي هيطلع اضربه في نص او اضربه في 2 او اضربه في 3 وهكذا. ده يا مستر السؤال رقم 7. خش على السؤال رقم 8 بيقول لك احسب زمن وصول التيار الى 5 امبير. مين ال 5 امبير ديت وهيجي منين؟ والله يا مستر القيمة العظمى ب 10. طب الخمسة بالنسبة لل10 نصها، يبقى انا بتكلم دلوقتي على نص العظمى. احنا عارفين ان الاي بتساوي الاي ماكس ساين سيتا، هنا الاي ب5 والاي ماكس ب10 يبقى ساين سيتا بتساوي نص، شفت ساين نص يطلع السيتا ب 30. حلو كده؟ حلو كده. بس بالراحه. قال لي الى 5 امبير للمره الثانيه بدءا من وضع الصفر. وضع الصفر ده اللي هو الوضع العمودي. حلو كده؟ ارسم وما تحفظش. ادي يا مستر اهو، ادي الاي وادي الزمن. بدأ من الصفر، حاضر اهيت، وهنرسم يا مستر اهوت. كفايه نص دوره. ليه كفايه نص دوره؟ لان هو بيقول لي للمره الثانيه. مش ده الصفر؟ صفر 5 10، ادي 5 للمره الاولى. طب بعد كده 10 5 0، ادي 5 للمره الثانيه. هو بيقول لي بعد اذنك اوصل ل 5 امبير للمره الثانيه. ادي يا مستر 5 امبير للمره الثانيه. فالباشا عايز ديت لحد هنا. ما انا اقول له دي كلها ب 90. حلو كده؟ ومن العظمى لنص العظمى كام؟ اوعى تقول له 30. رايح جاي من العظمى عظم، رايح جاي من الصفر صغر. فعشان انا جاي من العظمى فاقول له الحته دي ب 60 وهزود عليها ال 90، يبقى الزاويه يا مستر السيتا بالنسبه لي 150. هو عايز السيتا ولا عايز الزمن؟ عايز الزمن. عشان انا جبت السيتا هقول له السيتا بتساوي 360 اف في تي. السيتا هنا كام؟ هقول له 150 هتساوي، طالما معاك الاف خلاص، طالما معايا الاف اعوض في القانون ده. هقول له 360
الاف معايا 50 هرتز، اقدر يا مستر اجيب مين؟ اقدر اجيب الزمن، وهيطلع معايا بالثواني لان الرسمه الاساسيه كان موجود فيها الزمن بالثواني. حلو كده. السؤال يا مستر رقم 9 يقول لي احسب تردد التيار، او التردد المفروض عندي 50 هرتز على اساس انه تيار متردد عند استبدال الحلقتين بنصفي اسطوانه. حلو. هنا محددليش بقى هل هو قصد تردد التيار في الملف ولا الدايره الخارجيه. لو محددليش هناخد المساله كده على ظاهرها، واكيد قصد الدايره الخارجيه، فاقول له في الدايره الخارجيه التردد بيزيد للضعف، فبدل ما كان 50 هرتز هقول له 100 هرتز. هو بقى لو عايز يخبطك في السؤال يقول لك ايه؟ احسب تردد التيار عند استبدال الحلقتين بنصفي اسطوانه في الملف. هنا يبقى يبان التركيز. معظم الناس الحفيظه اللي حافظه معلومات بس ومش مركزه هيقول لك انا لما بستخدم نصفي اسطوانه التردد لما كان ب 50 هنضربه في 2 هيبقى 100. كلامه صح على اساس ان الدايره الخارجيه، انما لو جه قال لي في الملف يا مستر اقول له كام؟ هقول له 50 هرتز. كده يا شباب احنا خدنا مساله تقريبا فيها كل حاجه، فيها فعاله، فيها متوسطه، فيها لحظيه، فيها عدد مرات، فيها زمن، فيها سيتا، فيها تقويم، فيها قبل التقويم، فيها بعد التقويم. اعتقد كده تمام قوي. صح ولا انا غلطان؟ اعتقد كده تمام قوي. بيست اوف لك مستر ابو موسى. ربنا يا رب يوفقكم وما يضيعش تعب حد ابدا. اتمنى من الله لكم التوفيق والسداد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.